السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. النهاردة والأول مرة هتكلم على تعليق صدر من الرئيس السيسي وقرارات يعني أنا شايف إن هي ربما تكون خطوة، لكن مش هو ده المطلوب. العفو عن الغارمين والغارمات. انا قعدت سمعت الخطبة بتاعته وشفت القرارات بتاعته. بينقصها حاجات كتير قوي، يعني بينقصها حاجات كتير قوي. هو قال لك انا عفونا عن الغارمين والغارمات بمناسبة شهر رمضان. انا قلت هيطلع كل المسجونين اللي موجودين بمناسبة او بسبب اللي هم خدوا قروض من البنوك مش عارفين يسددوها ومتعثرين ومحبوسين، او خدوا حاجات بالاقساط من من شركات الدولة او قطاع الاعمال. الكلام ده كله انا فوجئت بيقول لك 85 واحد 85 واحد، 40 ست و45 راجل. هل يعقل ان المدانين بالغارمين والغارمات 85 واحد في جمهورية مصر العربية كلها؟ أنا أفتكر إن هم مش 85 ألف، مش 85 شخص. في البلد عندنا في أكتر من 2000 واحد. الشيء الغريب إن هو البنوك بتورط الناس. أنا هحكي لكم على حاجة شخصية أنا قريبة مني. واحد راح عمل قرض ب20,000 جنيه علشان يوسع مشروعه ويوضب ويعيد هيكلة المشروع بتاعه، لأن قدم وعايز يعمل تحديث عشان يعرف يعيش، وعنده 3 بنات وولد واحد. ال20,000 جنيه دول اتصرفهم على المشروع بتاعه، واقترض كمان من القرايب والحبايب ومعرفش ايه وساعدوه. ومع ذلك في ظل ظروف كورونا، انا هتكلم بقى لانه خدها ايام كورونا، في ظل ظروف كورونا الدنيا خربت عنده ومعرفش يعوض الخسارة او المصاريف اللي صرفها. وبعد كده البنك اتأخر في السداد بتاعه. فبمناسبة ان في الريف بيبقوا عارفين بعضيهم وبتاع والكلام دوت، حذروه مرة واثنين وثلاثة، وفي الاخر شاروا عليه في البنك ان هم هيجدولوا له الديون اللي عليه. طب هتجدولها ازاي يا عم الحاج؟ قال له انت واخد قرض 20,000 جنيه، عليك متأخرات، احنا هنعمل لك قرض جديد ب50,000 ونحط لك من المتأخرات اللي عليك دي عليه، وتاخد تمشي نفسك تاني وتشغل مشروعك. بالفعل هم حطوا، البنك حط ان هو سدد بعد ما خدوا عليه الاوراق بالقرض ب50,000، حطوا ان هو سدد المتأخرات عليه وسدد فلوسه كلها، وراحوا عاملين له قرض جديد ب50,000. كانت النتيجة ان هو من ال50,000، يعني هو كان واخد قرض 20,000 ومعرفش فايدة عليه قد ايه، معرفش ايه. المهم خصمه، رسي ان من بقى عليه 50,000 وادوله في ايديه تقريبا حوالي 15,000 غير اللي كان بيسدده في الاول. اصبح عليه قرض 50,000. ابتدى يمشي تاتا تاتا، واحدة واحدة، ومعرفش ايه، مرة كويس ومرة الشغل مش كويس، مرة كويس مرة مش كويس، تعثر في الديون. اختصارا للموضوع، جدولوا له تاني الديون من 50 ل100. حاليا عليه قرض حوالي 150,000 جنيه غير الفوائد اللي عليه، وفوائد البنك مركبة. واصبح في ورطة ما بين الدفع والحبس. اقسم بالله اقسم بالله بنلم له القسط بتاعه كل شهر عشان يروح يسدده. دي البنوك. هل صدر قرار من الرئيس يقول للبنوك
خففوا على الناس الفايدة المركبة او فايدة التأخير بسبب ظروف البلد الزفت اللي احنا فيها دلوقتي، وان البنوك ديت تنزل الفايدة بتاعتها على القروض او تخليها تعمل لها جدولة وتشيل من عليها الفايدة عشان الناس دي ما تتحبس، لان حبستهم مش هتفيد بشيء. يعني لما واحد يتحبس كذا سنة بسبب انه تعثر، هل الحبس ده هو اللي هيرجع الفلوس للبنك؟ البنوك في مصر بتذبح الناس اللي بتاخد قرض. يعني انت لو واخد قرض 5000 ممكن تلاقيهم اصبحوا عليك بالفايدة المركبة عدوا الخمسة، بقوا 10، بقوا 8، بقوا 9. في ايه؟ فين القرار بتاع الرئيس؟ فين القرار اللي يقول لك كل الغارمين اذا كانوا بنوك او غير بنوك؟ دي نقطة. النقطة التانية، مثلا انا واحد من الناس، فرضا ان انا عامل مشروع وببيع بالقسط واخد ايصالات امانة على الناس ومعرفش ايه وبتاع والكلام دوت، وواحد اتأخر مرة واثنين وثلاثة وفي الاخر قال لي اضرب دماغك في الحيط، ما معيش ادفع، روح احبسني، لانه يأس. انا بقول للناس اللي بتعمل الموضوع دوت في التجارة، زي ما درسنا احنا في حاجة اسمها هامش الديون المعدومة. انا مش مهم ان انا احبس الناس، انا بقول للناس اللي بتبيع بالقسط تلاجات وغسالات ومعرفش ايه وبتاع ومفارش وبتاع عشان الناس تجوز بناتها، ارحموا الناس شوية. انتوا بتربحوا وبتكسبوا، فايه المانع ان انا اتنازل عن جزء من الديون بتاعتي؟ ايه المانع انا لما اكون بايع ل100 واحد او 200 واحد، في 2 3 4 متعثرين، اشيل الفوائد من عليهم واقول له سدد لي قد كذا بس، اخفف عنه. انا مش هستفاد حاجه لما احبسه. انا لما حبسته، ومعظم الناس اللي بتنزل تشتري من الحاجات القسط دي بتبقى حريم عشان تجهز بناتها، تجهز بتاع. ده بالنسبه للناس العاديه. وبالنسبه للدوله او قرارات السيسي، بقول له لا، 85 دول شويه، افتح الدفاتر. وفين الاعفاء عن المساجين السياسيين؟ ده بقى لا مدان ولا اي حاجه. لحد امتى الناس المختفيه والناس اللي محبوسه لمجرد خلاف سياسي؟ افتح صفحه جديده مع الشعب، افتح صفحه جديده مع الشعب. السادات اول ما مسك كسر السجن السياسي ده خالص ولغاه وافرج عن السياسيين كلها. حسني مبارك عمل نفس الموضوع، جه عليه وقت كده وبقى يعفو عن السياسيين ويعفو عن مش عارف ايه وبتاع المرضى واللي حالتهم متأخرة، طالما ما حملش السلاح ضد الدولة ولا قتل ولا عمل ولا قتل شرطي ولا قتل بتاع، لمجرد كلام، ده اعفى عنه. ابدأ صفحة جديدة مع الشعب. انا اول مرة اشوف رئيس جمهورية اول ما يجي يعتقل فوق 200,000. ده طبعا غير اللي ماتوا. اللي ماتوا الدنيا مش المصريين اللي عارفين بس، ده العالم كله عارف. فانا اتمنى من الرئيس السيسي انه يفتح صفحة جديدة مع الناس. الديون الخارجية بتاعتنا دي اجيال الاجيال 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 هتقعد تسدد فيها. انتوا ورطتوا الشعب بالديون ملهاش لازمة، فكمان ما تخنقوهمش وتحبسوهم، لان الشعب ملوش ذنب في الديون دي كلها. مشاريع فاشلة اتعملت، الناس مالها؟ مين يصدق ان مش عارف كيلو الفراخ يوصل ل100 جنيه او زيادة؟ الشركة الوطنية اللي في البرازيل، انا عايش في البرازيل وعارف، الشركة الوطنية المصرية اللي في ساو باولو وتقريبا في ميناس جرايس كمان، اللي بتورد الفراخ واللحمة للمصريين. الفراخ واللحمة هنا ارخص ما يكون. انا مش عارف بتوصل بالاسعار المهولة دي في مصر ازاي، تضربها ب10 اضعاف. فانا بقول للناس دي حرام عليكم، الناس تعبت. انتوا كده بتخلوا الشعب يقوم بثورة جياع فعلا. انتوا اللي هتسببوا ان معدل الجريمة يرتفع. هو لما واحد يكون عنده اولاد واسرة وفقد الدنيا،
لا شغل ولا نيلة ولا بتاع، ولا عارف حتى يشتري رغيف عيش. رغيف العيش بقى قد كده بجنيه، رغيف ابو شيلن بقى قد كده بجنيه. ارحموا الناس، ارحموا الناس، عشان الناس دي يا اما هتتقلب عليكم، يا اما هتبقى معظمهم تجار مخدرات وحراميه وخاطفين ومرتشين وكل اللي تقدروا عليه. كل المساوئ اللي في الدنيا كلها اللي تقدروا تتكلموا عليها، الناس دي هتتحول ليها. لان بقت باينه قوي، باينه قوي ان في ناس فوق قوي واتغنت قوي، وحراميه البلد طلعوا من السجون ورجعوا يعني لقوتهم الضربه تاني. فاحنا بنقول الرحمه بمناسبه رمضان زي ما بتتكلموا، رغم ان انا عارف ان اي سياسه ملهاش دعوه بالدين ولا ليها دعوه حتى بالشعائر الدينيه، لا مسيحيين ولا مسلمين ولا حتى يهود بتهتموا بيهم. انتوا بتهتموا بحاجه واحده بس، السياسه، ولا تتحدث في الدين. زي الناس اللي طالعه تلغي الاذان. كفايه اعلامينكم، الناس كرهت البلد بسبب الاعلاميين اللي بيطلعوا حتى يعني اتكلموا في السياسه زي ما انتوا عايزين، ابتعدوا عن الدين. ده الدين دي هي الحاجه الوحيده اللي الناس متمسكه بيها. اللي عايز يلغي الاذان وكمان يومين يعني يقول لك صلاه القيام حرام وممنوعه والمساجد تقفل بعد صلاه العشاء، وشويه شويه ما نسمعش الاذان خالص. مش عارف انا الاعلام ليه بيسمع بس كلام الملحدين زي ابراهيم عيسى كده وشكلته، وهم مسلطين الضوء عليه في يوتيوب وفي انستجرام وفي فيسبوك وقنوات التلفزيون. ده في عصر مبارك او عصر اي رئيس تاني ما سمعناش الغاء الاذان، ما سمعناش تشكيك في في الدين او في صحيح البخاري او مسلم او بمناسبة شهر رمضان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وبقول للحكومة المصرية 85 واحد يخرجوا، بس دول مش دول شوية قوي، دول صفر على الشمال كده بالنسبة للي هم محبوسين بمناسبة الغارمين والغارمات. وكل سنة وانتم طيبين، وتعود الأيام عليكم بخير وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصر جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.